لازم نختار السند الصح علشان نقدر نكمل حياتنا. نختار السند اللي يحس بيكي وقت زعلك، اللي يقدرك وقت غضبك، اللي يفهمك، علشان لو واجهتنا أي مشكلة نقدر نحلها ونقدر نعديها. لازم نختبر بعضينا قبل الزواج، لأن قبل الزواج بنتصنع. انت بتتصنع ان انت تبقى كويس، وهي بتتصنع ان هي تبقى كويسة، علشان هي بتحلم بالبيت والحياة والزوج اللي هو يخرجها ويعيشها حياتها، وهي بتحلم بالشخص اللي يفضل يقولها كلام جميل على طول ويدلعها ويقولها كلام كويس. طبعا بعد الجواز بنلاقي حاجات كتير تانية مختلفة، ضغوط الحياة ومشاكل الحياة، بس مع الحب والتفاهم والتعاون والمشاركة كل دوت هنقدر نعديه و- ونتجاوز المشاكل اللي بينا لما نكون فاهمين بعض ونحس ببعض ونخاف على زعل بعض. واهم نقطة بجد ان الشخص اللي معاك يكون حاسس بيكي ومقدرك. قبل اختيار العفش واي اساس في البيت نختار السند الصح اللي يكون واقف جنبك وقت زعلك ويحس بيكي ويقدرك ويهتم بيكي ويطمن عليكي كل شوية ويقولك مالك فيكي ايه، زعلانة من ايه. مش يسيبك زعلانة وما يهتمش ان هو يصلح غلطه معاكي، لا خالص، بيزيد الطينة بلة. اختار السند اللي لما تواجهه مشكلة يقدر يحلها، مش يسيبك ويهرب ويجري وما يقدرش يحلها ويجي في اخر اليوم يقولك معلش، بس النقطة ما اتشالتش، موجودة. يا ريت يا جماعة بجد نحس ببعضينا ونقف جنب بعضينا علشان ما يحصلش مشاكل وامشي واروح عند اهلي او يحصل طلاق في اطفال. لازم نبني حياتنا من البداية صح، ويبقى في كلام ووعود صح. لازم توعدني بشيء تنفذه بعد كده، مش تخلى بيا في الاخر. بجد دي معلومة أنا كان نفسي أقولها لكل مبتدئين الزواج، لكل اللي هم مقبلين على الزواج. لازم نفهم بعضينا ونحس ببعضينا علشان نقدر نكمل مع بعض ونقدر نطلع أسرة صالحة، ونقدر نطلع أطفال مش معقدين فاهمين وحاسين كل شيء. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكون نصيحتي ليك عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.